كتير. بصوا بقى، اسرار كتير كده، 5 اسرار ما ينفعش ان امك تعرفهم. اول حاجه اسرار العلاقه الخاصه بينك وبين جوزك، هي حتى من اسمها كده اسمها العلاقه الخاصه. ساعات مثلا جوزك يطلب منك حاجه معينه اثناء العلاقه، لو رحتي قلتيها لمامتك تخيلي يا ماما ده بيطلب مني ان انا اعمل له كذا كذا اثناء العلاقه، مامتك ممكن من اختلاف الاجيال والمفاهيم تقولك لا يا بنتي ما ينفعش، اوعي تعملي كذا. ده غلط. غلط ان انتي تاخدي رأيها، اصل هو بيطلب مني مش عارف ايه اثناء العلاقة. غلط جدا وبيعمل مشاكل كتير. ملهاش دعوة هو بيطلب ايه، دي حاجة بينك وبين جوزك، هي من اسمها كده اسمها العلاقة الخاصة. تاني حاجة التفاصيل المادية. مامتك ملهاش انها تعرف، مع احترامي الكامل لامهاتكم، بس ملهمش ان هم يعرفوا جوزك جاي له كام فلوس، جوزك الشهر الجاي هيجي له مبلغ فلاني، الشهر اللي بعده مش عارف جاي له مبلغ ايه. الام يا جماعه بتقعد بتحسبها كده، ده مجوع بنتي، لا دول مسرفين قوي، دول بيصرفوا كتير قوي، وتقعد تصدر احكام وهي مش فاهمه. فما فيش داعي اللي هيجي له مبلغ فلاني يا ماما، او هنعمل بالمبلغ مش عارف ايه، هي ملهاش دعوه انها تعرف ده. وطبعا برضو اهم حاجة ما تقوليش عليها لمامتك الخطط المستقبلية يا جماعة. يبقى جوزك مثلا في حضنك بيحكي لك بيفضفض معاكي بيقولك انا بفكر نجيب شقة اوسع من اللي احنا فيها، يفوجئ ان مامتك عارفة. تروح الست بمنتهى البساطة تقول لمامتها ماما جوزي بيفكر ان احنا نجيب شقة اوسع من اللي احنا فيها. مين اللي قالك تقولي كده؟ دي خطط مستقبلية. الراجل بيفضفض معاكي بكلمتين بيقولك انا بفكر اعمل كذا. ليه بقى تروحي تقولي لمامتك باركيلي هنجيب شقة اكبر مش عارف ايه؟ لا، هو لسه بيفضفض معاكي، فهو لسه ما عملش حاجة، فما تروحيش تنقلي حاجة هو لسه بيفكر معاكي فيها. وطبعا اهم حاجة واكتر حاجة ما تحكيهاش لاي حد، المشاكل الخاصة باهل جوزك. لما يجي جوزك يقولك ابويا هيطلق امي، حماتك هتتطلق، تروحي تقولي لمامتك عيب، مش حلوة. جوزك قاعد معاكي بيقولك تتصوري بابا وماما شادين قوي وهيتطلقوا وانا مش عارفه اعمل ايه، هو بيفضفض معاكي تروحي تقولي لمامتك تتصوري يا ماما حماية هيطلق حماتي، انتي مالك وامك مالها؟ الراجل بس بيفضفض معاكي بكلمتين تروحي تنقليهم ليه؟ وطبعا طرق التربية مفيش داعي برضو ان انا ادخل امي، اصل انا يا ماما مربية ولادي على كذا، فممكن امك لانها متربية من جيل تاني تقولك لا غلط ما تربيش ولادك على مش عارف ايه، فتحصل مشاكل. انت شايفة ان دي طريقة تربية صح وهي شايفة ان دي طريقة تربية صح، فمش كل حاجة تتقال للام.